أصدقائي معكم على الهواء بنواصل تقديم فقرات على شتى القناة. والحقيقة لما بنقول ان مصر بخير وان الشعب المصري شعب طيب بالفطرة، وكل يوم يعني الايام بتثبت لينا صدق هذه المقولة. اللقاء اللي هأجريه قدام حضراتكم دلوقتي الحقيقة لقاء بيستحق مننا كلنا الاحترام والتقدير، وبيأكد ان الشعب المصري بخير فعلا، وان شعب فيه نطفة طيبة جدا، وان عمل خير يعني جزء لا يتجزأ من شخصية الإنسان المصري، وقد إيه هي شخصية دينية بالفطرة. السنوات الماضية في الحج سمعنا عن حوادث جرت في أثناء النفرة من عرفات، وفي رمي الجمرات في أيام التشريق. والمصريين دائما قلوبهم متعلقة بهذه الأماكن المقدسة. علشان كده هقدم لحضراتكم نموذج من المصريين البسطاء اللي بيقدموا الخير وبيسعوا بشكل كبير جدا لتعظيم وتفعيل هذا الدور. الحاج الشحات عكاشة طبعا ضيفي على الهواء دلوقتي، برحب بيك يا حاج شحات، وبرحب بيك علي ابن الحاج شحات. طبعا الحاج شحات يعني حضرتك شغال ايه اساسا؟ حلاق. ليك محل حلاقه؟ من منين حضرتك؟ من بالبيس. وعلي انت موظف ولا في شغل ولا حلاق؟ يعني دي مهنة والدك. انا عايز حضرتك معاه شهاده الحمد لله متعلم يعني، ولكن الحلاقه هي مهنته الاساسيه، وهي دي المهنه الشريفه اللي ربيت منها اولاد. انا عايز حضرتك كده تحكي للساده المشاهدين، تقول لهم احنا يعني متجمعين دلوقتي ايه القصه بالظبط، وانا هبدا ايه يعني استفسر منك عن الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايه بقى اللي حصل يا حاج شحات؟ انت سافرت الحج سنة كام وشفت ايه وايه اللي عملت؟ السنة اللي فاتت، اللي قبل اللي فاتت، الموسم اللي قبل كده، يعني في 2003 2004 تمام. ايه اللي حصل؟ كنا هناك وبعدين في رجمة العقبة اللي هي اول يوم، فحصل ركة في الجمرات زحام. وبعدين حصل ارتباك في الحجاج، فمات حوالي 250 نفر قدامك. وكمان حوالي يعني ناس تهولت كتير الزحام حصل فيه دربكه جامده. رجعت من هناك زعلان بتفكر في حاجه؟ طبعا اصلا الحمد لله يعني عندي الاماكن ديت يعني في صوره في وشي، في على طول في قلبك يعني في ايام الحج وغير الحج على طول ما انا هنا يعني مشغول بيه. قلبك هايم بالبيت الحرام والكعبه والاماكن المقدسه. الحمد لله الحمد لله. فجيت هنا عملت موضوع انا يعني الحمد لله يعني عندي هوايه كده ان انا احب ارسم وبتاع، وبعدين انا لما بكون هناك برضه يعني الحمد لله بدأ واشوف ايه المشكله، ايه اللي يعني السبب، يعني ايه اللي بيحصل، ان هو انه يكون صح ويكون احسن. خدت بالك حضرتك؟ فاني طبعا لما شفت الوضع خدت بالك والتهوالي بالبهدله، فجيت هنا عملت موضوع طبعا التطوير الحوض دائري. تمام حضرتك. وبعدين الشاهد حوالي 70 في 70 او 80 في 80. تمام. فطبعا يعني لما تيجي ترجم يعني بيبقى الاف مؤلفه، يعني في اثناء الرمي يبقى اقل حاجه في ناس ماتت وكانت مشكله كبيره جدا، الاف مؤلفه. وبعدين الكل بيحاول يركز على نفس الشاهد نفسه. تمام. فطبعا الكل بيقف عشان يركز، خدت بالك، فدهوله وبهدله. فجيت انا قلت لا الوضع ده كده ما ينفعش. ايه اللي يحصل ان احنا نعمل حوض بدل الحوض الدائري، نلغيه ونعمل حوض بيضاوي. تمام. حوض بيضاوي يكون بيضاوي، يبقى بيضاوي بدل ما هو ده ايش؟ بيضاوي. خدت بالك؟ وبعدين اعمل له بوز من قدام، لسان من قدام كده حوالي 10 متر، بحيث الناس تيجي من ناحيتين، يبقى بحيث ان الضغط اللي داخل ده يتفك. تمام. يوابه افك. خدت بالك؟ فتوما ما اتفك خدت بالك هيمشي كده ويمشي كده بالظبط. خدت بالك؟ ومنعت حد يقف في المكان اللي هو بيحصل فيه الخطوره دي، اللي بيحصل فيه ده هو اللي ده ما حدش هيقف بقى. ليه؟ لان انت طولت اللسان كله ماشي. ما اديتش فرصه حد يقف، هيرمي ويمشي. رسمت الوضع كده، دي يمشي كده ودي يمشي كده. طيب بعت للسفاره السعوديه؟ دي حاجه. اتفضل كمل. خدت بالك؟ دي حاجه. ثاني حاجه ان الحوض الشاهد 80 سم ده، بقول بدل ما هو 80 سم والكل بيقف عليه، طب ما اخليه حيطه 8 متر. حيطه 8 متر
بحيث ان اي واحد هيرمي وهو لو هيرمي هتيجي في الخير هتصطدم بالشاهد نفسه. بالشاهد نفسه. كنت بسيادتك فالحمد لله عملته تصميم اهوت. تمام. ده كان من وحي خيالك كده. الحمد لله. ونتيجة بعت للسلطات السعودية بعت للديوان الملكي. بعت نسخة اختي دي بالظبط. خليت نسخة عندي. بركات لو سمع استاذ احمد. بعت نسخة نفس الطريقة بالظبط. ده القديم. ده الصورة اللي كان عليها الشاهد ورمي الجمرات. كده دي النظام القديم. تمام. خدت بال حضرتك؟ ادي الحوض اللي هو خدت بال حضرتك؟ ماشي. تمام. ده الناس فعلا واقفه قدامنا وادي الشاهد. طيب رحت انت جاي بعد كده عملت ايه؟ هنا ادي برضه الشاهد القديم. ده بالشكل اللي كان المعتود. الوضع القديم. ايوه اللي هو اللي كان بيحصل فيه المشاكل دي. تمام. خدت بال حضرتك؟ تمام. فاني بقى قلت بغير الوضع ده من دائري للدور الاول ودور الدور الثاني كده. تمام. ده الوضع بقى اللي انا بقول عليه. بيبقى بيضاوي. خدت بال سيادتك؟ وقت اللسان اللي انا عامله. بحيث برضه ما تغيرش من لا ما غيرش الامور شيء يعني. لا مفيش حاجه الحمد لله. خدت بال حضرتك؟ تمام. الله ينور عليك. في رسم كمان تاني كمان. خدت بال حضرتك؟ ايوه اللي هو ده موضح بالمقاسات كل حاجه بالمقاس. خدت بالك؟ الشاهد دي 8 متر. تمام. دي لسان 10 متر. دي الحوض 20 متر. هم بقى راحوا عاملين كل ال 30 متر عملوا لهم حوض. تمام. اكيد عرضوا التصميم على متخصصين. طبعا احنا سمعنا في الفضائيات العربيه وفي المملكه العربيه السعوديه الحمد لله يعني ان المصريين اصحاب سبق في تطوير. دي الثلاثه بقى اللي هم ودي عنده افق يعني عشان يبقى ظاهر من فوق يعني بحيث ان بحس بعرف ان الشاهد مستطيع يعني كبر مش عود لا بحط نفس النظام الوضع ده. تمام. الله ينور عليك يا حاج شحات. انت بقى بعت السلطات العربيه السعوديه ونظام الحج بالوصال ده 28/4 ووصل الحمد لله واخدوا بهذا التطوير والحمد لله. رحنا السنه اللي فاتت كنا هناك والحمد لله لقينا اتنفذ يعني الحمد لله اتنفذ الحمد لله ولو في بعض التعديلات بسيطه كده. ايه بقى كان شعورك بقى لما لقيت الاقتراح؟ انا وقفت فرحت انه عيط. فرحت شوف من فرحتي ان انا ابعت حاجه راجل بسيط على قدي واعمل حاجه تتنفذ هناك يعني دي حاجه. ما حدش طبعا اتصل بيك وما قالكش حاجه. هو وصل لهم الخطاب فقط وخدوا الفكره. بالتاكيد درسوها وشافوا الافضل ايه. تفكروا ان هم يعني الحمد لله يعني ما هو انا عايز اقول لك هو قبل اي شيء هو واجب على كل مسلم الحمد لله ما دام قادر وواعي ومدرك انه مريم الحمد لله. تمام. لكن ما حدش اتصل بيك ولا حد قال لك حاجه حد. طب انت قلت لي علي برضو قال لي ان هيبقى عندك حاجه ثانيه في تصور ثاني. في عندي ان شاء الله موضوع بالنسبه لصحن الكعبه بالطواف. صحن الكعبه الداخلي لان الحرم دلوقتي مكانه محدود. ايوه. وبعدين مفيش يعني هيوسعوا مفيش في وضع غير كده. خدت بال حضرتك؟ طب ايه تصورك بقى؟ تصوري ان انا بقول اعمل صحن الكعبه دور تاني. ازاي يا حاج شحات؟ فكرتك ايه في الموضوع؟ ايوه. علي انت ساعدت باباك في الرسم ده ولا هو؟ الحمد لله الاولاد كلهم ربنا يبارك لهم يعني اولادنا الحمد لله ربنا يبارك لهم كل واحد منهم الصوره بالشكل اللي كنت بس بالنسبه للتلفزيون كنت بقول لحضرتك ادي الدور الثاني اهو. ادي الكعبه وادي الدور الثاني. ايوه. القديم كله اهو. تمام. كنت بس سيادتك دي القديم. انا سايب بين الجديد والقديم مترين. اهو تقدر الناس تمشي فيهم. خدت بالك مترين كتهويه. تمام. يعني هو الحرم من جوه ويبقى ايه وده لوحده الصحن اهو. فسايب مترين ده لما يدور اهو. كنت بس حضرتك وبعدين عامل لكل ناحيه ممر بين العمدان زي الممر بتاع الصفا والمروه. بس اللي يخش ما يمشيش في وسط المصلين تحت وبعدين يطلع لا الممر ده انه علوي ماشي مع السقف الجديد ده تحت العمدان في الحرم يخش لغايه الباب الرئيسي في كل مسجد. يعني باب الملك عبد العزيز. تمام. خدت بال حضرتك باب العمره كل ده بيكون له الممر ده عنده بحيث ان اللي جاي من بره داخل الطواف ما يمشيش في وسط المصلين تحت لا يطلع على السلم ويروح ماشي في الممر ده. خدت بال سيادتك يطلع على طول على الطواف. تمام. خلص الطواف خدت بال سيادتك بدايته ونهايته عند الصفا هنا. خدت بال سيادتك فعامل الممر اللي عند الصفا مخليه مزدوج 2
تمام. بالك ليه؟ عشان خاطر بدايه الطواف ونهايته هنا. الخروج خدت بس انت، فبيطلع خدت بالك وينزل من خدت بالك فعنه مزدوج يعني. لو مؤاخذه بين هنا عند حول الكعبه سايب متر واحد من الثلاث نواحي دي، من عند الركن اليماني ومن ناحيه حجر اسماعيل سايب متر واحد لف. تمام. المتر ده سايبه ليه؟ على اساس لما لما يجوا يلبسوا الكسوه بتاع الكعبه يبقى ايه؟ في انسيابيه تنزل وتطلع. دي حاجه في الوقت نفسه برضه تعمل ايه؟ تهويه برضه يعني. تمام. بسيط. تمام. جاي هنا في من قدام من هنا من قدام الباب وقدام الحجر الاسعد وبين مقام ابراهيم عامل سايب لمؤاخذه حوالي بتاع 5 متر. تمام. من بين الكعبه، من بين باب الكعبه لغايه مقام ابراهيم 5 متر كده طولي. بعرض الايه؟ بعرض الكعبه. بعرض الكعبه اللي هي الصوره. ايوه الصوره الثانيه. هنا تشوف بقى، هنا على هنا تشوف بقى المنظر ده. ادي اللي انا عامله الزياده دي الابيض ده. دي السقف الجديد. السقف الدور الثاني. وده ممكن طواف من طواف شغال تحت اهو. شغال. شايف الناس تحت اهي؟ بالظبط. وبعدين الطواف يبقى فوق هنا برضه احنا بنقول عليه. بس انا عامل المنظر على الطبيعه على الصوره ليه؟ عشان احسس اللي شايفها ان مفيش تغيير في الحرم، مفيش تغيير في الكعبه. الشكل العام هو طبيعي، ما يحصلش فيه تغيير في الحرم. لا صعب. خدت بالك؟ اصل لما تقول لواحد كده ما يصدقش. يعني هو انا طبعا احنا ايوه هنا شوف بقى ستك، شوف السيد قدام الباب بقى ايه مكان ازاي؟ ليه دي بقى؟ عشان خاطر يعمل تهويه اكتر وباب الكعبه يظهر طبيعته طبيعي ما غطيناش عليه. وبعدين في غسيل للكعبه باستمرار، فطبعا في سلم بنحط وبتاع وفي حركه يبقى فيه والله انا مبهر. وبعدين هنا لو مؤاخذه مقام ابراهيم تحت فممكن يمتد ويطلع فوق برضه بحيث انه يبقى ايه ظاهر بالنسبه للدور الثاني. اما حجر اسماعيل مكتفي به تحت بس. خدت بالك سيادتك؟ وبعدين قال لي يعني سايب متر واحد ليه؟ عشان الحج برضه ما يحسش انه معزول عن الكعبه كتير. خدت بالك؟ وفي الوقت نفسه سايبه عشان خاطر مصلحه الكسوة. يعني طبعا احنا بنحييك على هذه المشاعر الجميله الفياضه يعني، وان بالتاكيد يعني قلبك كباقي المسلمين متعلق بهذه الاماكن المقدسه. والله سيادتك اسال اي واحد حج السنه دي قول له ايه الوضع بتاع الجمهوريه. طبعا بالتاكيد كان في انسيابيه وفي راحه كبيره الحمد لله. دي الصوره بقى، دي صوره عامه للحرم الشكل النهائي من فوق. خدت بالك؟ وادي السطح اهو، ادي اللي انا بقول عليه الدور الثاني اهو، وادي الممرات. تمام. تبقى سيادتك على اي حال ادي الفرق اللي بين العمدان الجديده والعمدان القديمه. احنا بنعرض الكلام ده يعني كنوع من انواع الاجتهادات الصالحه يعني. وادي الممر اللي سيادتك عليها خد بالك دي يعتبر عمدان الحرم. وادي ايه الدور، فاللي بيطلع يمشي على طول كده ويطلع من ايه. احنا طبعا بنحترم هذه المشاعر وهذا الفكر، وبتمنى يعني اذا كان اي احد من السلطات السعودية دلوقتي يعني شايفنا او القنصليات الموجودة في سواء كانت قنصلية محافظة السويس او القاهرة او اسكندرية يعني يبعتوا لأسرة التلفزيون أسرة القناة الرابعة، واحنا سهل جدا ان احنا نصل للحاج شحات وابنه علي ونقدر يعني نحدد موعد اللقاء بينهم وبين السلطات المسؤولة. وبدوره طبعا هو انت مالكش اي مطلب من هذا ابتغاء وجه الله، انت عاملهم يعني كده نوع من انواع التبرع، ومش قصد من لهم اي حاجه ثانيه الا وجه الله عز وجل. يعني احنا بنشكرك طبعا على هذا العطاء وعلى هذه المشاعر، واحنا جاهزين في حاله اي اتصال بدورنا هنقوم يعني بارسالهم او بالاتصال بيك ونحقق اتصال فيما بيننا وبين بعض. ولكن على اي حال حصل اتصال او ما حصلش زي ما عملت في مشروع رمي الجمرات يعني ابعت برضو بهذه التطويرات الجديدة وهذا التحديث زي ما بعت، ونتمنى ان يؤخذ به. وبنشكرك ونيابة عن كل المصريين يعني احنا فخورين بيك وبنتمنى لك موفور من الصحة يا رب طول العمر يا ربنا يبارك فيك. الحمد لله. وربنا يبارك لك في اولادك يعني، وان شاء الله يبقى في مزيد من الابتكارات يعني افضل وافضل باذن الله، ونجاح موفق باذن الله. اتفضل.
ان الحج يعني الحمد لله يعني كل الرسم بتاعه هو تمام. ما احنا انا في البدايه بقول ان هي يعني لما بنقول ان مصر بخير ومصر ولاده مش كلام. يعني ادي الحاج شحات راجل بسيط وراجل يعني بيعيش يومه بشكل فيه موضوعيه شديده جدا، وحظه من العلم كثير جدا في علمه وفي اخلاقه، ولكن لم يحصل على شهادات، ولكن حصل على اكثر من هذا. بشكرك وبتمنى لك التوفيق ومزيد من السعادة. شكرا لك يا عم. شكرا لك. والجنوبي لتيسير عمليات الإنقاذ والطوارئ والإخلاء والخدمات ورمي الجمرات من قبل الوفود وذوي الاحتياجات الخاصة، كما يحقق عملية فصل حركة المشاة عن حركة المركبات. الدور الأرضي الذي تتخذ أحواضه الشكل البيضاوي بطول 40 متر وعرض 14 مترا، فيمكن الوصول إليه من الجهة الشرقية بعدة مداخل، بينما يتم الدخول إلى الدور الأول من جهة منى عبر منحدرين، أحدهما شمالي والآخر جنوبي، بشكل يسمح برؤية الدور الأرضي بكل وضوح، ويخدم كلا الدورين الناحية الشرقية من مشعر منى. الدور الثاني المستوى الثالث يدخل إليه الحجاج من جهة مكة المكرمة الناحية الغربية عبر منحدرين، أولهما غربي شمالي لخدمة الناحية الغربية للقادمين من الششة والعدن، والثاني غربي جنوبي، ويتصل المنحدران بمحطتين للحافلات لخدمة خطين تردديين لدعم استعمال هذا الدور من الجهات الأخرى. الدور الثالث المستوى الرابع خصص لخدمة الحجاج القادمين من الشمال عبر منحدر من جهة منى، يبدأ من طريق الملك فهد لخدمة القادمين من الشعبين والمعاصم، كما يمكن الوصول إلى هذا المستوى الرابع عبر منحدر آخر من جهة مجر الكبش، بالإضافة إلى 4 مباني تضم سلالم متحركة وسلالم عادية تقع على شارع الملك فهد في الساحة الشرقية، بينما يتم الخروج من هذا الدور عبر 7 أبراج مماثلة في الناحية الغربية تضم سلالم متحركة وعادية. الدور الرابع المستوى الخامس يكون الوصول إليه من جهة الجنوب عبر ممر للدخول وآخر للخروج في ربوة الحضارم على شارع الملك عبد العزيز. وهكذا تظهر بوضوح أن فكرة تفتيت الكتل البشرية قد تحققت، حيث يخدم المشروع الجهات الأربع بوسائل متعددة وفي مستويات مختلفة. ويجدر بالذكر أن المنشأة الحديثة للجمرات قد مرت بمراحل عدة لتنفيذها. بدأت المرحلة التمهيدية التي انتهى العمل منها قبل حج عام 1426، بينما تم تنفيذ أعمال المرحلة الأولى قبل حج عام 1427، وشهد عام 1428 الانتهاء من المرحلة الثانية، وقبل حج عام 1429 نفذت أعمال المرحلة الثالثة. ويرى المشاهد مدى سهولة رمي الجمرات في كل مرحلة من هذه المراحل، والصورة الحضارية الجميلة التي صاحبت تنفيذ هذه المنشأة، حيث غابت عن الأذهان تلك الصورة المفزعة التي كان يشاهدها الناس في الماضي عند رمي الجمرات. أما حج هذا العام فيشهد بإذن الله تعالى الانتهاء من أعمال المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع المنشأة الحديثة للجمرات والمنطقة المحيطة بها، والتي حققت نقلة نوعية في تيسير رمي الحجاج للجمرات وتسهيل الحركة منها وإليها وتنظيم حركة الحشود وتوفير خدمات سريعة لمواجهة الطوارئ.
إضافة إلى الوقاية من حوادث التدافع والازدحام والتي تكررت خلال مواسم سابقة، لتبدأ صفحة جديدة بهذا الإنجاز الكبير، وتصبح الحوادث في الجمرات بإذن الله تعالى من التاريخ. ولكي تحقق المنشأة الجديدة الأهداف من إنشائها على أكمل وجه، فقد تم تدشين عدد من الخدمات